أن نقضي سريعا على داعش وعلى جميع أنواع الإرهاب في المنطقة وفي العالم. ومتابعة لأجواء الدعم الدولي للعراق تنضم إلينا عبر الهاتف موفدة الرشيد إلى نيويورك هيفاء الحسيني. أهلا بك هيفاء، رئيس الوزراء العبادي حمل معه إلى بغداد تعهدات دولية لدعم الجيش العراقي. كيف قرأتم أنتم والمراقبون الدوليون صورة تلك التعهدات وإمكانية تحققها على الأرض؟ اهلا بك غند واهلا بمشاهدي قناه رشيد. غند، الوعود الذي قطعها اوباما للرئيس الوزراء العبادي بتسريع ارسال السلاح من الطائرات F-16 وبنادق اوتوماتيكيه ورادارات متطوره ونواظير ليليه وطائرات اباتشي وغيرها، هذا اليوم العالم كله غند يقف بجانب العراق، وايضا اللقاءات المكوكيه هنا رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم، حيث التقى فؤاد معصوم هذا اليوم في مبنى الأمم المتحدة بنائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، وأكد بايدن على استعداد أمريكا لدعم العراق في مواجهة داعش. وكما تحدث الرئيس معصوم على نجاح القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال الرئيس فؤاد معصوم: وجدنا في حربنا ضد داعش تجاوبا من المجتمع الدولي. وايضا شكر الرئيس فؤاد معصوم حرائر العالم الذين استهجنوا جرائم داعش. ايضا عند هذه اللقاءات المكوكيه هذا اليوم ايضا التقى الرئيس فؤاد معصوم مع الامين العام للامم المتحده بان كي مون، ووعد الامين العام بان كي مون دعم العراق في حربه ضد داعش، وايضا مساعده النازحين والدعم الانساني والدولي وبذل مزيد من الجهد لدعم العراق. وقال الرئيس فؤاد معصوم عن ان لا خيار لاي منا اليوم سوى دحر داعش. وقال فؤاد معصوم أن العراق يحصل على التعهدات الدولية لدعمه ضد تنظيم داعش. غند، يمكن القول من مجمل ما حققته مشاركة العراق في الدورة العامة للأمم المتحدة 69 حققت نتائج عدة إيجابية، سواء ما يتعلق منها بنشاط رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، حيث كان هناك عدة لقاءات التقى بها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل مغادرته العراق. التقى لقاءات مهمة هو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائب الرئيس الأمريكي جون بايدن والرئيس الإيراني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس البريطاني وملك الأردن عبد الله بن الحسين ورئيس الوزراء الكويتي. وأيضا كانت هناك اجتماعات لوزراء خارجية الدول العربية بحضور الرئيس الأمريكي وملك الأردن لمناقشة خطر تنظيم داعش على العراق والمنطقة. أيضا تحدث الجعفري في مبنى الأمم المتحدة وزير الخارجية العراقي، وقال: الحرب ضد داعش غير طائفية أو دينية أو قومية، وقال إن ضحاياها من كل المحافظات والديانات والقوميات، وطلب بتحشيد الجهود الدولية ضد تنظيم داعش في العراق. إن هذه الدورة كانت أشبه ما تكون مخصصة للعراق، ومثل ما شاهدنا الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي والتي كانت بحضور ودعم 3 رؤساء من الدول الدائمة العضوية على رأسهم الرئيس باراك أوباما. وكان قرار مجلس الأمن الخاص بمنع سفر وتدفق المقاتلين الأجانب من الإرهابيين هو خطوة إيجابية وخطوة مهمة جدا تصاحب قطع التمويل أينما كان مصدره وفرض عقوبات صارمة بهذا الشأن، كذلك الحشد الدولي لأكثر من 40 دولة لدعم العراق ضد داعش عسكريا ومعلوماتيا هذا اليوم الدعم، واستخباراتيا وجويا راح يكون، وايضا بتسليح العراق في اسلحه متطوره مثل طائرات الاباتشي وايضا المعدات التي يحتاجها العراق لدحر داعش. هذا اليوم كل هذه المعطيات اللي نشاهدها في مبنى الأمم المتحدة، وأيضا لقاء الرئيس فؤاد مع معصوم، وأيضا
الدكتور حيدر العبادي مع رؤساء العالم والدعم الدولي الذي حصل عليه العراق من خلال هذه الدورة المهمة التي ويعتبرها العالم هي مخصصة للشأن العراقي وبالتحديد حرب داعش في العراق. نعم، موفدة الرشيد إلى نيويورك هيفاء الحسيني، شكرا جزيلا لك.